في ام واعيه جدا وانا مبسوطه منها جدا بعتها بتسالني ان ابنها عنده اكزيما من يوم ما اتولد، ودلوقتي بقى عنده 2 سنين. كل شويه تروح للدكتور وياخد علاجات وتمشي على حميه غذائيه وبرده مفيش تحسن. فهي بعتها بتقول تعمل ايه. طيب انا حابه ان انا ارد عليكي في فيديو علشان في امهات كتيره جدا بتمر بنفس التجربه. هقولك على 4 خطوات هتمشي عليهم، ورابع خطوه دي اهم خطوه. بصي، خلينا متفقين ان اول حاجه ان الاكزيما مش مجرد ان هي مرض جلدي، لكن هي عاده بتكون رساله من الجسم ان في حاجه جواه مش مظبوطه. ممكن تكون مشكله مناعيه، مشكله متعلقه بالاكل اللي الطفل بياخده، ممكن كمان يكون في عوامل خارجيه زي الصابون اللي بتستخدميه او المنظفات او حتى الجو اللي حوالين الطفل. انا عارفه ان كل ام بتعمل اللي تقدر عليه علشان تحافظ على صحه اولادها، لكن خلينا متفقين ان انا هقولك على كام نقطه مهمين. اول حاجه ان احنا هنرطب جلد الطفل يوميا 2 أو 3 مرات بكريم